إن الله ينهاكم عن الظلم لا تظلموا. وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي: اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله تعالى. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم. في هذا الحديث ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الظلم، فالظلم ظلمات يوم القيامة. واعلم أن الظالم لا يستطيع أن يجيب على منكر ونكير في القبر. اللهم انصر إخواننا واهد أولادنا وأصلح نساءنا. اللهم آمين، اللهم آمين.